هو انت فاكر ان ده صعب؟ صن داونز هيجيبوا جول دلوقتي. استر رب استر رب، انا بهزر والله. انا عيل صغير. اقعد انت يا عم الحاج، انت راجل كبير. انت مدرس فيشن، ايه اللي مهم يا حضرتك؟ انا عايز اقول لك ان الولاد هم اللي جايبين لي 4 جوائز. الذي لا يتخاذل حين يحتاج ولا يحتاج لضربات جزاء. ايوه جاي مسجل اطهر واحد على الارض، اطهر الطاهر. يعني عايز اشكره جدا. يعني انا مش فاكر هو كان بيلعب هنا في مصر في اسوان ولا سموحه. يعني عارف لو خدنا البطوله احنا هنلف بيك ايه في 100 عقبه كلها، هناخده بالاتوبيس بتاع الكاس. هنلف بيك القاره كلها. وطبعا الحارس القدير حارس صن داونز ويليامز. ويليامز ده انا بشكره جدا. ده تاني حارس بعد الشناوي في القاره طبعا. يا عم ده اهم من الشناوي. انت فاهم. كل الحب يا جدعان والله، كل الحب يعني اخواتنا الجنوب افريقيين واخواتنا السودانيين لاجل اخونا اطهر الطاهر، والحمد لله. في اي حته في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الفاضيين في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات رد الفعل. وهجمه جامده قوي للوداد ولكن طلعت وحلقه جديده. وحلقه النهارده الحلقه الخاصه برد فعل مباراه نادي صن داونز مع الوداد المغربي، وربنا يستر يعني. وطبعا كل الحب لاخواتنا الاشقاء المغاربه، ونتمنى فوز مين طبعا يعني. بص الاثنين عندهم صوت، بس الدار الاكبر يعني الوداد اتمنى يعني. طب يعني انت توقعك كده المباراه برضه؟ ضربات جزاء. مين اللي هيكسب برضه؟ هو مين واقف للوداد عشان مش عارف، بس هو مش التكناوتي يعني. مش فاكر اسمه ايه. يبقى صن داونز. مش فاكر اسمه. يعني كده صن داونز هيكسب ضربات جزاء؟ يا جدعان انا بتوقع تاهل اخواتنا المغاربه لنهائي دوري ابطال افريقيا، ومن غير اكسترا تايم ومن غير ضربات جزاء. اي تعادل يصعد. انت قصدك تعادل ايجابي؟ يصعد الوداد. ايوه بس لو سلبي لا فيها بقى ضربات جزاء بقى، ودي نشوف بقى يا باشا. انا ماليش دعوه، انا قصدي ان الوداد هيصعد من ال 90 دقيقه بس كده، مات الكلام ويلا بينا نشوف رده الفعل. بس هما يعني برضه شايف الوداد هيبقى لها 11 دقيقه. يا باشا الوداد، يا باشا الوداد هيصعد. بيبصوا كوره بس. طيب ومش عايزين يجازفوا يا عم ماشي. وبعدين يا جدعان نشفى زي المستشفى اول 13 دقيقه بس، ما تقلقوش. ما هو بص، ده اصل صن داونز ما عندوش اي حل غير ان هو يكسب. فجأة هو مستني بس دول يهبطوا شويه من الشمس بالظبط. انت يا باشا طب تصدق ان النهائي المره دي اكتر مره مناسبه؟ قول له مين ده نجم؟ اضرب يا نجم اضرب. ايه ده؟ هو كان مضايقه بس كان بيجري بيقع، ده كان بيقع بقى نص ساعه. حلوه يا ابن اللعيبه يا مطيع. ويليامز يا باشا، ويليامز. لا ويليامز جامد، ويليامز جامد قلت لك ايه لسه كنا بنقول ده احسن حارس مرمى بعد شنو في افريقيا. الواد جوان ده يا اسطى كبر قوي عن 2019. وهو في 2019 كنت تحسه شاب. اوف مش حاجه. هو اسمه الكرة بتتعاد كده الوداد جاب جول صعب. استنى ما نشوف الجول. ايه ده يا عم؟ لقيت الكرة وهي بتهز الشبكة. ايه ده؟ الحارس غلط؟ لا ايه ده؟ بتاعت الاهلي. نفس الجول اللي بيحصل في الاهلي. ايه المنظر ده؟ لا بس ده عبط. نفس الجول اللي دخل في اسمها ايه؟ يا عم الوداد هيصعد يا عم. حتى لو عاملهم انذارات هنا عشان لما يصعدوا. يحيى زعبول عامل مين انذارات؟ اصل بص هيوقف على جول هنا او جول هنا. بالله عليك ده سكواد حلو، ده الفرقه ميته يا عم، ده ما عندهمش مهاجم وداد. يا ابو ترجي، يا ابو ترجي شوت.
لا دي لمست يا ستار يا رب. جو يا لهوي. عايزين نتفرج على صن داونز والولاد دول يقول الاهلي ياكلهم في الماتشين. ولا لعيب ولد يا لعيب يا ده اوفر هوبا صبوا فين يا قلت لك يالا الوداد الى نهائي دوري ابطال افريقيا. الواد اللي ضيع الكرة ده الواد اهو عمال يحتفل بالسله. ولا ده ما لعبش؟ ده لعب في الرجاء، معلش مش الزمالك، الرجاء. هو راح الوداد ليه؟ وانت فاكر صن داونز هيسكتوا يعني؟ سؤال انا عندي بس انا عندي سؤال، هو ازاي اسكت يا عم عادي لا القرار ده في الاخر. عارف مين الواد اللي جاب الجول فينا واللي رفع الكرة في ماتش السوبر؟ هو مش ده الواد البديل ده 8؟ لا مش دوا يا ساتر ده يحيى جران اللي عملها. ليه يخرب بيتك يا ابني. هو انت يا ابني انت من جنوب افريقيا يا ابني هم فرقه. هو انت يا ابني من جنوب يعني ايه فرقه؟ يعني فرقه كامله. لا ودلك ابني لما انا اقول لك من حقه يفرح. انا ما فرحتش. لا ما فرحتش عمل كده. هو ما فرحتش كده على التوقع يا ابني ده توقعت 2-0 توقع خلاص صح. ما تحورش ونفس الكوره بتاعت شالولين اللي اتصدت. بص نفس التفويته نفس الكوره بالملي. ما كده مش هينفع. ما هي بتبوظ كده جول يا ولاد اللعيبه جول. عيب عليك يا بص مالك قلت لك يابا انت قلت لك يابا اللعب على واحد ولا لا؟ اصحى للكلام يا زميلي احنا ما بنهزرش. يا نهار ابيض. عايز اقول لك ان الوداد هم اللي جايبين لي 4 اجوان. ولا اوعى تجيبوا التالت ما تهزروش. ودي انذارات يا صاحبي، اديله. هو انت فاكر ان الوداد صعب؟ صن داونز هيجيبوا جول دلوقتي. استر رب انا بهزر والله. انا عيل صغير. اقعد انت يا عم الحاج انت راجل كبير. انت مدرس فيزياء. ايه اللي مهم الصافرة تعلن نهاية المباراة أعزائي المشاهدين. في آخر الفيديو أتمنى برضه إن إحنا نشكر اللاعب أطهر واحد على الأرض، أطهر الطاير اللي هو صاحبنا النهائي. بص المدير الفني اللي مش فاهم حاجة. فريق ويليامز اللي هو ضحى باستقباله وضحى بفرقته ويطلعوا من البطولة والأهلي يوصل للنهائي. هحط لك موسيقى باك جراوند اللي ضحى لك لوطن. تحية طيبة جدا. طبعا لاعب زنبوسي شالوليلي بيعيط دلوقتي الراجل الكبير اللي جاب الجول في القفش ده. انا اقسم بالله هو متضايق ليه؟ مش مستوعب. الأول ربع ساعة هو مش صابه ده بيلعب في الوداد. ايه اللي مزعله طيب؟ والى هنا اعزائي السادات والساده بتنتهي حلقه النهارده، الحلقه الغير متوقعه تماما، ورد فعل مباراه نادي الوداد المغربي ونادي صن داونز الجنوب افريقي. وزي ما توقعت يا بيه في اول الفيديو ان الوداد المغربي تقريبا كده يعني كعبه عالي على صن داونز. انا قلت لك هيخلص تعادل. قلت هيخلص ده انت بتقول لي في الاول تعادل، قلت لك تعادل ايه؟ بتقول لي اي تعادل مش عارف طلع تعادل اي تعادل. يعني قلت له الوداد هيصعد. ده الكلام يا باشا. ولا هنا اعزائي الساده بتنتهي حلقه النهارده، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه رد الفعل القادمه باذن الله تعالى. نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي قوي ونهائي مرعب يوم 4/6 و11/6 الاهلي والوداد المغربي. وما تنساش صحيح هسيب لك لينك فيديو شورتس كنت متوقع فيه كل حاجه حصلت في الادوار الاقصائيه لدوري ابطال افريقيا. واخيرا دمتم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم.